اصعب شعور ممكن تحس بيه كطالب جرافيك مش انك ما تعرفش تعمل تصميم حلو، الوجع الحقيقي انك تكتشف بعد سنين مذاكره وتعب انك ما كنتش ماشي في الطريق الصح. لو رجع بيا الزمن وبقيت طالب جرافيك من تاني، في 5 حاجات كنت هبطل اعملهم فورا عشان اوفر على نفسي سنين من التيهه والضياع. اهلا بيك في الورشه، وخليني اقول لك الخلاصه اللي مفيش كورس هيقولها لك. الفخ الاول، هوس حفظ الادوات، وحط تحت الادوات دي مليون خط. كنت فاكر زمان ان الشطاره ان اعرف كل اداه في الفوتوشوب بتعمل ايه. الحقيقه اللي عرفتها متاخر ان البرنامج ده مجرد شاكوش في ايدك. الشطاره الحقيقيه انك تعرف هتدق المسمار فين. الزتونه اتعلم الاداه وانت محتاجها فعلا جوه تصميم حقيقي، مش وانت بتسمع شرح نظري ممل. الفخ التاني، دوامه تجميع الكورسات. آفة غريبه، كنت زمان بجمع الكورسات لحد ما الهارد اتملى، والمصيبه اني ما فتحتش منهم اي حاجه. تجميع الداتا ده بيوهمك انك بتنجز، بس في الحقيقه هو بيعمل عليك ضغط عصبي ويخليك تحس انك مقصر. الزتونه، اختار كورس واحد بس او شخص واحد تكون بتثق فيه وخلص معاه للاخر. كتر المصادر يشتت الصنايعي ويخليه واقف مكانه. الفخ الثالث، خرافه الشهاده اهم من الشغل. اكتر وقت انا ضيعته كان في الجري ورا الشهادات. الصدمه لما بدات اقدم لشركات والعملاء، مفيش بني ادم واحد قال لي وريني شهادتك، الكل كان بيقول جمله واحده: وريني شغلك. الزتونه، استثمر وقتك في بناء بورتفوليو قوي، الشهاده مجرد برواز على الحيطه، شغلك هو اللي هيجيب فلوس. الفخ الرابع، اهمال اصول الصنعه. كنت عايز اتعلم الخدع السينمائيه والدمج الخيالي قبل ما اعرف يعني ايه توزيع عناصر او تناسق الوان، وده اللي بيخلي التصميم شكله رخيص ومتواضع جدا. الزتونه، ادرس اساسيات تكوين والالوان وتايبوجرافي قبل ما تفتح البرنامج، دي القواعد اللي بتفرق ما بين المصمم الصنايعي وبين الهاوي. الفخ الخامس، الخوف من المرمى. كنت بخاف اعمل تصميم وحش، كنت بفضل ااجل البدايه لحد ما اتعلم اكتر، والنتيجه ضيعت وقتي في الفرجه بس. لو رجعت طالب كنت هعمل 100 تصميم وحش في اول شهر. الصنايعي ايده ما بتتظبطش غير لما يبوظ ويغلط. مرمات كتير، ما تستناش تبقى بروفيسور عشان تبدا، لكن ابدا عشان تبقى بروفيسور. من الاخر، الطريق طويل، بس لو شلت من على ظهرك الشيله الزياده دي هتوصل اسرع وباحترافيه اكبر. قول لي في الكومنتات، انت دلوقتي في انهي مرحله من ال5 دول؟ لسه بتجمع كورسات ولا بدات تخبط في الشغل بايدك؟ ولو محتاج مسار معين تبدا فيه قول لي تخصصك وانا هقول لك الزتونه. اشوفكم المره الجايه، سلام.